السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبايبي. النهاردة بقى الرز الفلاحي اللي بالزبدة والقشطة. لازم النهاردة كده، بصوا هخليهم. ياه، انا جبت نص كيلو رز وغسلته، وبعدين نزلت بيه على النار وحطيت له كوباية مية ياخد غلوتين بس على النار. عشان ايه؟ هي كوباية على فكرة، انا حطيت كوباية لان زودته بعدها بشوية. حطيته بقى على النار ياخد غلوتين علشان خاطر ايه، لما ادخله الفرن اما احط له اللبن ما يفرش مني ويشعوط. هنا قلبته كويس بقى وهسيبه لحد ما يشرب ميته. هنا بقى ايه، حتة قشطة كنت انا محوشاها من اللبن، وجبت كانت بقى لسه ابني كان جايب لي زبدة فلاحي امبارح، حطيت برضو حتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا حبايبي الرز الفلاحي. وجبت هنا بقى كيلو لبن. هنا الرز اتشرب على فكرة، انا كنت حاطه حبة زبيب بالراحة كده من غير عيالي ايه ما ياخدوا بالهم. هنزل بقى ايه باللبن بتاعي بكيلو اللبن كله، وهقلبه كويس لحد ما يتشرب معايا. انا حطيت حبة زبيب بس هو ما بيتحطلوش، انا حتى لما الواد لاحظ ان انا حطيله زعل، قال لي يا ماما ما بتحطي له ليه زبيب؟ قلت له حبة صغيرة، يعني محدش يحط له، هو ما بتحطلوش اصلا يعني، بس لو حبيتي حطي انت حرة. هنا بقى ايه قلبته كويس وهسيبه يتشرب، وبعدها هجيب ايه حتة قلبته هنا كويس بقى. هنزل بقى بالسكر التحلية بتاعتك اللي انت تحبيها. في ناس بتحبه مسكر، في ناس ما بتحبوش مسكر. انا هنا نزلت لي بيجي كوباية سكر كبيرة عشان انا بحبه مسكر جدا. وهسيبه بقى يتشرب. هنا بقى حتة الزبدة اهي، زبدة بلدي والله، بس ما يشركش. انا ساعات ما بحطلوش سمنة خالص، زبدة خالص يعني، اما مبقاش عندي ما بحطش. وهنزل بقى هنا بالقشطة، هقطعها. دي قشطة اللبن اللي انا محوشاها، كنت محوشاها في الفريزر. هنزل بالكمية بتاعتي كده كلها. وما تنسوش يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، عشان انا بسعد بيكم. ويلا بقى، معلش حتة قشطة سقطت مني هنا بقى. خلصته، يلا سلام.